كان يتوجب احتساب ركلة الجزاء ويضيف إليها الإنذار. الخبير التحكيمي جمال الشريف يثور غضبا على الحكم السنغالي بسبب هذه اللقطة الغريبة التي تسببت في إقصاء المنتخب الجزائري أمام المنتخب النيجيري في ربع نهائي كأس إفريقيا. لن تصدق ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي بأن المنتخب الجزائري ظلم في هذه المباراة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم بعد نهاية مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب نيجيريا في ربع نهائي كأس إفريقيا، وذلك بإقصاء المنتخب الجزائري. وقد عرفت المباراة مؤامرة من الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار هذه المباراة، فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي الشهير جمال الشريف وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدورية والكأس القطرية منذ قليل، وقال: أنا كنت أعلم أن المنتخب الجزائري سيتم ظلمه في هذه المباراة أمام نيجيريا بعد تعيين هذا الحكم السنغالي المشبوه، فهذا الحكم لديه فضائح تحكيمية سابقة وخاصة مع المنتخب الجزائري، فهذا الحكم فعل كل شيء اليوم ضد المنتخب الجزائري، وكان متعصب للغاية ضد لاعبي المنتخب الجزائري الذي أفقدهم تركيزهم. فأما اللقطة التي أثارت غضبي وهي لقطة لمسة اليد لمدافع المنتخب النيجيري داخل منطقة الجزاء، فكان على الحكم السنغالي احتساب ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، فكما تشاهدون في الصورة فإن مدافع نيجيريا لمس الكرة بيده عن قصد، وهذا واضح أمامكم. فكل هذا من أجل إقصاء المنتخب الجزائري من هذه البطولة. فدائما المنتخب الجزائري يتعرض لمؤامرات تحكيمية كارثية، فأنا أدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف هذا الحكم مدى الحياة.